قرعه دور 16 من دوري ابطال اوروبا نار، ريال مدريد، برشلونه، بايرن ميونخ، ارسنال وباقي المتاهلين. من راح يواجه منو؟ وشنو هي اقوى المواجهات المحتمله بهذا الدور؟ خلينا نشرحها واحده واحده. ريال مدريد تأهل الدور 16 بعد فوز على البنفيكا 3 اهداف مقابل هدف واحد بالملحق، وبهاي الحاله ريال مدريد عنده مواجهتين محتملتين، مانشستر سيتي او سبورتنج لشبونه. اغلب مشجعين كره القدم ومشجعين ريال مدريد بالتحديد يتوقعون مواجهه مانشستر سيتي دور 16 من دوري الابطال. حتى لاعبين ريال مدريد ومدربهم بعد ما سيلون بالمؤتمر الصحفي بعد مباراه بنفيكا من راح تواجه؟ الكل قال مانشستر سيتي، وكانه اصلا ماكو قرعه. بس صدقوني ريال مدريد ما راح يواجه مانشستر سيتي، راح يواجه سبورتنج لشبونه. الكل يعرف ان الاتحاد الاوروبي هو اللي يتحكم بقرعه دوري الابطال، بس هذا الموسم ما يريدون مواجهه مانشستر سيتي ريال مدريد تتكرر الموسم الخامس على التوالي، وراح اقول لكم شنو السبب بس بنهايه الفيديو. برشلونه المتاهل اصلا الدور 16 من دون الملحق، لان باعتبار انه تاهل بالتوب 8 راح يواجه فريقين بهاي القرعه، يا اما باريس سان جيرمان او نيوكاسل. والكل متوقع انه سيناريو باريس سان جيرمان برشلونه راح ينعاد بهذا الموسم. بس راح اقول لكم شغله، برشلونه راح يواجه نيوكاسل، ما راح يواجه باريس، ونفس الشيء السبب راح اقوله بنهايه الفيديو. بايرن ميونخ وارسنال عندهم احتماليه يواجهون يا اما اتلانتا الايطالي او باير ليفركوزن الالماني، بس ما اعتقد راح تكون مواجهه المانيه بدور 16 ما بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، يعني راح توزع بايرن ميونخ اتلانتا، ارسنال، باير ليفركوزن. ليفربول وتوتنهام اللي تاهلوا بالتوب 8 من دوري ابطال اوروبا عندهم احتماليه يواجهون فريقين، غلطة سراي التركي، اتلتيكو مدريد الاسباني، وانا اتوقع راح يتواجه ليفربول مع اتلتيكو مدريد، لان هاي المباراه دائما من تصير دور الابطال تصير مباراه ممتعه الى ابعد حد. تشيلسي ايضا حاله حال نادي برشلونه، عنده احتماليه يواجه فرق قويه يا اما باريس يا اما نيوكاسل، وانا راح اقولها لكم تشيلسي راح يواجه باريس سان جيرمان، ونيوكاسل راح يروح لبرشلونه مثل ما قلت. الشيء الوحيد اللي مخليني اثق انه مواجهه ريال مدريد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، برشلونه ما راح تتكرر بهذا الدور من دور 16 من دور الابطال. السبب واحد، الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي اعطى ضمانات لريال مدريد وبرشلونه انه قال لهم انسحبوا من السوبر ليج راح نفتح لكم خيارات اسهل بدور الابطال. الكل يعرف انه برشلونه وريال مدريد باخر 5 مواسم من بعد ما دخلوا بمشروع السوبر ليج الاتحاد الاوروبي اذاهم وبطريقه مخيفه، مواجهات مباشره صعبه، ادوار اقصائيه صعبه، قرعه صعبه، وبنفس الوقت تحكيم ظالم. هذا الشيء الكل ما يعرفه بكره القدم. برشلونه، ريال مدريد، صدقوني وارجع لكم باكر الساعه 2 الظهر بعد ما تبدا القرعه مال دوري الابطال، برشلونه ما راح يواجه لا مانشستر سيتي سان جيرمان، وتذكروا كلامي. خلينا نشوف.